الموضوع بتاعنا بقى النهاردة هو إزاي نتعامل مع الناس المؤذية في حياتنا. إيه هي الطريقة الصحيحة اللي المفروض نتعامل بيها مع الناس اللي بتأذينا في حياتنا؟ قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة أنا حابة أعتذر جدا عن الاستشارات الخاصة عشان في ناس دخلت وسألتني. إن شاء الله يبقى ليها ترتيبات قدام نظرا لضيق الوقت في الوقت. واحد من الأسباب إن الناس الطيبين، الناس الحلوة، الناس الودودة، الناس اللي بتخاف على زعل اللي قدامها، اللي بيحسوا أوقات بالأسى والحزن، والإحساس اللي هو التعب، إنه بيشوفوا أذية من الناس اللي حواليهم. أكيد الخير والشر ربنا خلقهم في الدنيا دي وحطهم لحكمة من عنده، ودايما هيبقى فيه صراع بين الخير والشر ليوم الدين. ودي طبعا حكمة ربنا على الأرض. ربنا بيقول بكتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، لولا تدافع الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم. فطبعا تدافع الخير والشر ووجود الخير والشر والتنافس ما بين الخير والشر هي لحكمة ربنا خلقها لنا على الأرض. ولو انت اتأذيت في حياتك أو انت اتأذيتي في حياتك وفي يوم من الأيام حبيتي تاخدي حقك أو انت تاخد حقك من غير تعدي أو ظلم، فتوكل على ربنا وخد حقك، بما انك انت ما بتجيش على حد وما بتظلمش حد وما بتتعداش على حق حد. طبعا هنا القوة مش بسلاطة اللسان أو بكلام جارح، لا تماما بالعكس، احنا بندافع أو بنكف الأذى عن أنفسنا بمنتهى الاحترام والأدب، زي ما علمنا القرآن الكريم. أغلبنا اتعلم الكلام من الناس اللي حواليه وازاي انه يرد وازاي انه يتكلم ويتعامل، لكن في فنون ومهارات لازم الإنسان يتعلمها كل مدى علشان يتعامل بيها بذكاء اجتماعي مع الناس بطريقة تخليه ياخد حقه وفي نفس الوقت يكون أفضل رد، زي بالظبط السفراء والأمراء والناس اللي بتتعامل في الاتيكيت. ازاي نرد رد يكون دبلوماسي وفي نفس الوقت ما نظلمش اللي قدامنا، وفي نفس الوقت نوقفه على اللي هو بيعمله بكل احترام. يعني نوقف الإساءة بالأدب، بالذوق، بالاحترام، بكل حاجة حلوة. الرد هنا بقى بيختلف من حد للتاني، يعني على حسب الشخص المؤذي اللي قدامك وعلى حسب شخصيته انت بقى هترد عليه ازاي، دي ترجع لشخصيته هو. يعني مثلا الشخص الحاقد الحاسد اللي عاوز يوقعك في الغلط ومستني ان انت تغلط وبيجرجرك للغلط وبيستفزك علشان خاطر تطلع أسوأ حاجة فيك، وفي الآخر علشان خاطر يقول لهم شايفين هو شكله عامل ازاي. الشخص ده ما تردش عليه نهائي. في ناس تانية بقى هي بتحبك من جواها او هي بتحبك من جواها، لكن تفتقد الاسلوب الحلو الجميل في ايه، في انها مثلا تقولك على معلومة او انها تنصحك نصيحة فتلاقيها ايه، لسانها فيه غلط او اسلوبها فيه غلط ليكي او اساءة. وطبعا هنا مش هتردي طبعا الغلط بالغلط، لا، انت هنا هتقولي لها انا ما بحبش الاسلوب ده بعد اذنك في الكلام، انا عارفة ان انت بتحبيني وخايفة عليا، لكن في اسلوب افضل من كده. في ناس بقى كمان عندها نقص وعدم اكتمال داخلي، وبالتالي بتخلي الاشخاص اللي حواليها سخرية لبعض. يعني مثلا حد داخل عليهم فبيضحك عليه او بيخليه سخرية للناس اللي حواليه،
وبيعملوا حفلة عليه بقى. ده بقى يعمل ايه؟ يتحرج ويتكسف؟ لا طبعا. هنا لازم تبين ان انت فيك اساءة، واللي حصل معاك اساءة، واللي هو تتعامل معاه ازاي. ممكن تقوله ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه الاسلوب ده، انت تقصد ايه باللي انت بتقوله ده. وطبعا لازم تبصله، اللي هو تحسسه ان هو عمل حاجة. طبعا الشخص المستفز، الشخص النرجسي دايما يحب يشوفك متعصب او يشوفك متعصبة. هو كده وصل لراحته. هو بيتغذى على اذية اللي قدامه، بيحس كده ان هو بقى كويس. طبعا الحاقد الحاسد ده يعتبر شخص سام، حتى لو كان قرابته ليك من الدرجة الأولى. بيوصل لك طاقة سلبية على طول، على طول بيوصل لك طاقة سلبية. حتى لو ما تكلمش معاك، حتى لو قاعد جنبك، تحس انه طاقته طالعة فيها نيجاتيف ليك، حاجة سلبية. انت نفسك هتقوم تتنطر من المكان اللي هو قاعد فيه من غير ما يبقى فيه حتى معاملة. فهو لو اتكلم اصلا او جرجرك لأذية، انت ما تردش عليه نهائي. طبعا الحاقد الحاسد من غير حاجة، هو طاقة سلبية وشخص سام على حياتك أو حياتك. مجرد ما قعد معاك في نفس المكان أو كنت واقف معاه في نفس المكان، هتلاقي طاقة سلبية طالعة منه حتى لو هو مش بيتكلم. طاقته جواه بتطلع بالطريقة دي سبحان الله، حتى لو مفيش كلام. فما بالك إن هو مثلا أساء ليك أو أساءت ليكي، هتردي عليها تقولي لها ايه؟ لا طبعا دي ما ينفعش رد خالص، دي ما ترديش. ما ترديش عليها خالص. طبعا الردود هنا هتبقى ردود بمنتهى الادب، منتهى ان احنا ما نجرحش حد وما نهنش حد. فيها اتيكيت، وفيها سياسة، وفيها رقي واحترام. احنا بس بنكف اذى الناس عننا، يعني احنا بنكف اذاهم عننا، ولا بنظلم ولا بنهين ولا بنجرح ولا اي حاجة من دي. احنا بس بنقول لهم في حدود وفي خطوط حمراء ما تتعدوهاش بالادب وبالاحترام. طبعا الناس الودودة الحلوة، الناس الجميلة، الناس اللي بتخاف على زعل اللي قدامها، اللي بتحب دايما تفرح اللي حواليها، الناس دي لازم نقدرها، لازم ما نزعلهاش، ولازم هي اصلا تستاهل احسن معاملة. وعلى هذا الاساس ما ينفعش ان حد يأذيها. وان كنت واحدة منهم، انا بقولك لازم تتعلمي ازاي تحمي نفسك وتكفي اذى الناس عنك. وربنا يهدينا ويهدي الناس اجمعين يا رب العالمين يا رب، ويسترنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض، اللهم امين.